النهارده هنتكلم عن الفايكنج بس بعيد عن المسلسلات والافلام اللي اتعملت عليهم، ودول اسمهم بيرتبط بالقرصنه والحروب والسرقه والغزو. والفايكنج دول تقريبا كانوا افظع من المغول، واي جيش يقف قصادهم كانوا بيهزموه، وشكلهم بيبقى مخيف دايما بسبب فرو الدببه اللي بيبقى لابسينه. الاول كده مصطلح الفايكنج ده كانوا بيطلقوه على القبائل الجرمانيه، ودي كلمه باللغه النورديه القديمه ومعناها الجماعات اللي بتسكن في الخلجان. المهم على حسب ما قال المؤرخين انهم جماعات بتعبد الهه وثنيه زي اودين اله الحرب وثور اله الرعد، وكانوا بيؤمنوا جدا بالبعث وانهم في الاخر هيخلدوا مع الالهه اللي احنا قلنا عليها دي دلوقتي. في بدايه القرن الثامن بدا ان هم يروحوا على المناطق الجنوبيه عشان يتاجروا مع جيرانهم في الزراعه، لان مهنتهم الاساسيه كانت الصيد، لان هم كانوا بيعيشوا في الاماكن الساحليه. في الفتره دي اتحد زعماء القبائل مع بعض عشان يستولوا على المجتمعات الزراعيه اللي كانت موجوده. وفي سنه 793 كان اول